السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيتابعونا على قناتنا. احنا النهاردة هنحل معاكم تدريبات الدرس الرابع. طبعا الدرس الرابع ده كان بيتكلم عن مصادر جمع المعلومات اللي هي المصادر الأولية والمصادر الثانوية، والفرق ما بين الحقائق والآراء والشائعات. طبعا دي آخر درس عندنا في الوحدة الأولى. زي ما احنا عارفين احنا كده خلصنا الوحدة الأولى بالتدريبات بتاعتها، علشان برضه هنزل لكم إن شاء الله مراجعة على الوحدة كلها. طب نبدأ كده مع بعض بحل تدريبات الدرس الرابع. معنا أول سؤال اللي هو السؤال الأول، بيقول لك أكمل العبارات الآتية. الحقائق هي معلوماتي، وعايزاك تقول معايا، عايزاك قبل ما انا اجاوب انت تقول الاجابه. يلا. الحقائق هي معلومات ايه؟ طبعا احنا اخدنا الحقائق هي معلومات. برافو عليك، سمعت بعض حبايبي هم بيقولوا لا بيقولوا الاجابه اهو. ممتازين. طب هي ايه؟ هي معلومات صحيحة تم التأكد منها. طب رقم 2، كل ما تركه لنا الأجداد من مباني وتماثيل وأدوات، دي بقول عليه إيه؟ إيه الحاجات اللي تركها عندنا لنا الأجداد من مباني وتماثيل وأدوات؟ دي بسميها إيه؟ بقول عليها فعلا الآثار. طب رقم 3، صنع المصريون القدماء ورق الكتابة من نبات إيه؟ يلا حد يقول. ها، من نبات البردي. برافو. طب رقم 4، النقوش الأثرية الموجودة على جدران المعابد ده بيعد مصدرا ايه؟ ها، النقوش يبقى مصدر أولي ولا ثانوي؟ ممتازين، يبقى فعلا مصدرا أوليا. طب رقم 5، الدولة تحرص على تقديم المعلومات ايه لمساعدة المواطنين؟ طبعا بتقدم لنا معلومات ايه؟ ها صح، معلومات هي صحيحة. طب دي السؤال الأول. طب السؤال الثاني، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. الشائعات هي الأحاديث الغير صحيحة التي يتناقلها الناس دون معرفة مصدرها. طبعا العبارة هنا صواب. طب من أهم مميزات المصادر الأولية صعوبة الحصول عليها. حد يقول لي المصادر الأولية صعوبة الحصول عليها دي من مميزاتها؟ طبعا هنا خطأ، لأنها مفروض من عيوبها، لأن المصادر الأولية مميزاتها أنها بتكون أكثر دقة ومعاصرة للحدث. طب رقم 3، المصادر الأولية بتعتمد على المصادر الثانوية. حد يقول لي يلا. ممتاز، فعلا العبارة هنا خطأ. ليه خطأ؟ لأن مفروض الثانوية هي اللي بتعتمد على المصادر الأولية. طب رقم 4، استخدم الفينيقيين نبات البردي للكتابة عليه. صح ولا خطأ؟ طبعا هنا العبارة خطأ، لأن مش الفينيقيين هم اللي استخدموا نبات البردي للكتابة عليه، أمال مين؟ المصريين القدماء. طب رقم 5، المصادر الأولية هي مصادر سجلت بعد وقوع الحدث بفترة زمنية قصيرة. العبارة هنا هتنفع صواب. ليه صواب يا مس؟ علشان المصادر الأولية بتنفع اتنين، يعني حاجتين. هي المصادر الأولية سجلت وقت اللي هي ايه؟ زمن وقوع الحدث، أو بعد الحدث بس بفترة زمنية قصيرة جدا، يعني ممكن يسجلوا الحدث ده بعد فترة زمنية قصيرة. أما لو فترة زمنية طويلة يبقى العبارة هنا خطأ، لأن مفروض المصادر الثانوية هي اللي بعد فترة زمنية طويلة. طب السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تعبر ايه عن وجهات نظر شخصية قد تكون صحيحة أو غير صحيحة؟ الآراء ولا الحقيقة ولا الشائعات ولا المصادر الأولية؟ طبعا بيقول لك وجهات نظر شخصية، يبقى أكيد هنختار الآراء. طب رقم 2، معلومات صحيحة تم التأكد منها ويمكن إثبات صحتها، أو بيقول لك معلومات صحيحة أنت اتأكدت منها، يبقى هنختار مصادر أولية ولا حقائق ولا مصادر ثانوية ولا آراء؟ طبعا هنختار الحقائق. طب رقم 3، سجلت أو في زمن وقوع الحدث وبتتميز بالدقة. اللي سجلت وقت اللي هو زمن وقوع الحدث وتتميز بالدقة، هنختار الآراء ولا الحقائق ولا المصادر الأولية ولا المصادر الثانوية؟ أكيد هنختار المصادر الأولية. طب يبقى دي حل أول ورقة عندنا في تدريبات الدرس الرابع. وزي ما قلت لكم احنا بننوع لكم الأسئلة. طبعا الأسئلة الموجودة عندك دي أسئلة موضوعية. يعني ايه موضوعية؟ اللي هي أكمل، صح وخطأ، اختياري. طب عشان دلوقتي احنا هنحل مع بعض الاسئله المقاليه، وركز قوي على الاسئله المقاليه لان معظمكم بيتلخبط فيها، اللي هي ما المقصود، بما تفسر، ما النتائج، دلل على صحه العباره، ما العلاقه. لازم تفهم السؤال كويس قوي. طب نبدا كده مع بعض.
بالسؤال الرابع ويقول لك ما المقصود بكل من. هو جايب لك ما المقصود يعني التعريف. كل التعريفات الموجودة عندك في الدرس احنا عندنا 5 تعريفات. أول تعريف اللي هو المصادر الأولية. إيه هي المصادر الأولية؟ هي مصادر سجلت في زمن وقوع الحدث وبتتميز بالدقة. طب المصادر الثانوية هي مصادر سجلت بعد وقوع الحدث، لازم تكون بعد وقوع الحدث بإيه؟ بفترة زمنية طويلة، وبتعتمد على المصادر الأولية. طب الشائعات هي الأحاديث الغير صحيحة التي يتناقلها الناس دون معرفة مصدرها. طب الحقائق هي معلومات صحيحة تم التأكد منها ويمكن إثباتها. طب الآراء هي تعبر عن وجهات نظر شخصية قد تكون صحيحة أو غير صحيحة. يبقى ما المقصود يعني التعريف. طب السؤال الخامس ونركز عليه قوي. اكتب تفسيرا واحدا لكل من. تفسيرا يعني بما تفسر. يعني ايه مس بما تفسر؟ قلنا بما تفسر يعني اذكر السبب ليه. انا عايز السبب. طب حرص الدولة على تقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين. ولازم وانت بتجاوب تقول ليه الدولة بتحرص على تقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين؟ لمساعدة المواطنين في التمييز بين الحقائق والشائعات. وطبعا كمان ليه عندنا علشان بعد كده لتواجه الأخبار الزائفة. طب ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها. ليه أنا بتأكد من صحة المعلومات قبل ما أنشرها؟ علشان دي بيساهم في مواجهة الأخبار الزائفة. طب عندك رقم 3 صعوبة الحصول على المصادر الأولية أحيانا. ليه بيبقى فيه صعوبة في الحصول على المصادر الأولية؟ لأنها مصادر سجلت في زمن وقوع الحدث، عشان كده بيبقى صعب الحصول عليها. طب رقم 4 المصادر الأولية لها مميزات كثيرة. إيه هي مميزات المصادر الأولية؟ إنها بتتميز بالدقة وبتكون معاصرة للحدث. طب إيه أهمية التمييز بين الحقائق والآراء والشائعات؟ ليه احنا بنميز بين الحقائق والآراء والشائعات؟ لاتخاذ قرارات صحيحة وتجنب التحيزات والأخطاء. طب دي بالنسبة لسؤال بما تفسر. طب ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال السادس بيقول لك حدد نوع كل معلومة إن كانت حقيقة أو رأي أو شائعات. طب نبدأ كده. أول حاجة وعايزاكم يلا تقولوا معايا. مصر تقع في قارة افريقيا. دي معلومة حقيقية ولا غير حقيقية؟ طبعا دي معلومة اهي اهو بقول حقيقية يعني صحيحة، يبقى معلومة صحيحة، يبقى اكيد هنقول حقيقة. طب مدينة شرم الشيخ اجمل المدن المصرية. قلنا اي حاجة فيها اعجاب، اجمل، افضل، احسن، دي بقول عليها رأي. طب رقم 3 التطعيمات تسبب المرض للأطفال. هي دي معلومة غير صحيحة، يبقى أكيد شائعات. طب 4 بنى الملك خوفو الهرم الأكبر. دي معلومة طبعا صحيحة، لأن الملك خوفو هو فعلا اللي بنى الهرم الأكبر، يبقى أكيد هتكون حقيقة. طب برج القاهرة أهم معلم سياحي في مصر. طبعا بقول لك أهم، زي أفضل، أحسن، يبقى هنا رأي. طب استخدام النظارة الطبية يضعف النظر تدريجيا. طبعا دي شائعة لأن معلومة غير صحيحة. طب السؤال السابع أجب عن الأسئلة الآتية. دلل على وجود اختلاف بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية. وفي اختلاف بين المصادر الأولية والثانوية؟ أيوة طبعا. إن المصادر الأولية بتكتب في زمن وقوع الحدث ويصعب الحصول عليها، أما المصادر الثانوية تكتب بعد وقوع الحدث بفترة زمنية طويلة وطبعا سهلة الحصول عليها. طب قارن بين الآثار والبرديات. الآثار دي كل ما تركه لنا الأجداد من مباني وتماثيل وأدوات، أما البرديات هي التي يكتبها المصريين القدماء. كانت تكتب من اللي هي البرديات من ورق، يعني كانت تكتب على ورق نبات البردي، وبيستخدمها المصريين القدماء لتسجيل أخبارهم وأحداث حياتهم. طب ما النتائج المترتبة على حرص الدولة على تقديم المعلومات الصحيحة؟ عشان ده عندنا بيساعد على مواجهة الأخبار الزائفة، واللي هي بقول عليها كمان استقرار المجتمع. طب عندنا كمان السؤال اللي بعده بيقول لك ماذا يحدث إذا صدق الناس كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي؟ يؤدي ذلك إلى حدوث الفوضى وعدم استقرار المجتمع، وسينتشر الجهل بين الناس. طب آخر سؤال عندنا أمامك مجموعة من الصور، قول ده مصدر أولي ولا ثانوي. أول صورة طبعا دي عندنا أهرامات، دي مصدر أولي. تاني صورة دي موسوعة، مصدر ثانوي. تالت صورة دي معبد، يبقى دي مصدر أولي. يبقى احنا قلنا المعابد أو الآثار البرديات الحاجات دي كلها مصادر أولية، أما عندنا الموسوعات والكتب والمقالات دي مصادر ثانوي. طب تعالوا بقى معايا نحل آخر
اختبار عندنا اللي هو تدريبات اللي هي الكتاب المدرسي. وتدريبات كتاب المدرسة احنا زي ما قلت لكم كل مرة انا بركز عليه. طب نبدأ كده نحلها مع بعض. أول سؤال بيقولك اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. المصادر الأولية هي المصادر التي سجلت في زمن وقوع الحدث. طبعا بيقولك في زمن وقوع الحدث يبقى العبارة صواب. طب رقم 2، النقوش على جدران معابد الكرنك تعد مصدرا أوليا للمعلومات. هنا بيقول لك نقوش يبقى مصدر أولي، طبعا العبارة هنا صواب. طب رقم 3، تعد البرديات أحد المصادر الثانوية لجمع المعلومات. طبعا العبارة هنا خطأ لأن البرديات دي مصادر أولية. طب تنوع مصادر جمع المعلومات يعطينا صورة كاملة للأحداث. طبعا العبارة صواب. طب الحقائق تعبر عن وجهات نظر شخصية. طبعا العبارة هنا خطأ لأن مفروض الآراء. طب مواجهة الأخبار الزائفة بيساعد في استقرار المجتمع. طبعا العبارة صواب. طب السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أحد المصادر الأولية التي يمكن استخدامها عند كتابة بحث عن تاريخ مصر هو إيه؟ طبعا بيقول لك أحد المصادر الأولية التي يمكن استخدامها، أنا عايز استخدمها عند كتابة بحث، هو بيقول لك مصادر أولية، يبقى كده هنختار كتابات المؤرخين. طب أي من المصادر التالية بيعد مصدرا ثانويا لجمع المعلومات؟ هنختار الصورة ألف ولا ب ولا ج ولا د؟ طبعا هنختار الصورة رقم ب لأنها مقالات. طب عندنا بعد كده اللي هي الرقم 3، المعلومات المتداولة دون التأكد من صحتها هي ايه؟ آراء ولا شائعات ولا انطباعات؟ ها، هنا عندنا في يعني الاختيار متكرر كذا مرة، مفروض آراء ولا شائعات ولا انطباعات ولا حقائق. طبعا هنختار متداولة دون التأكد من صحتها يبقى شائعات. طب السؤال الثالث بيقول لك صنف ما يلي إلى حقيقة أو رأي. يجري نهر النيل في مصر، دي معلومة صحيحة يبقى أكيد حقيقة. طب مدينة الإسكندرية أجمل المدن المصرية، طبعا أجمل أهي يبقى أكيد رأي. طب تعالوا معايا بقى الآخر سؤال اللي هو السؤال الرابع، أجب عما يلي. بيقول لك بما تفسر أهمية الاستعانة بمصادر متعددة عند جمع المعلومات. ليه وأنا بجمع المعلومات أو بحصل على معلومة بستعين بمصادر متعددة أكتر من مصدر؟ طبعا ده للوصول إلى معلومات شاملة ودقيقة وكمان دون التحيز عشان ما تحيزش لمصدر آخر. طب يبقى عدم التحيز لمصادر أخرى. طب رقم 2، دلل على وجود اختلاف اللي احنا كنا لسه قايلينها قبل كده، على وجود اختلاف بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية لجمع المعلومات. دلل يعني هات لي دليل ان في اختلاف فعلا ما بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية لجمع المعلومات. قلنا ايوه في اختلاف. طب ايه هو الاختلاف ده؟ الاختلاف ان المصادر الأولية بتكتب في زمن وقوع الحدث وبيصعب الحصول عليها، وأما المصادر اللي هي الثانوية طبعا بتكتب أو تسجل بعد وقوع الحدث بفترة زمنية طويلة وسهلة الحصول عليه. دي الاختلاف. طب لو هو قالك أوجه التشابه، الشبه ما بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية، ايه التشابه ما بينهم؟ شبه بعض في ايه؟ ان هما الاتنين كلاهما مصدر للمعلومات، يبقى أنا بحصل على المعلومة من المصادر الأولية وبحصل على المعلومة كمان برضو من المصادر الثانوية. طب آخر سؤال عندنا، ماذا يمكن أن يحدث إذا صدق الناس كل ما ينشر؟ لسه برضو قايلينها، كل ما ينشر على مواقع التواصل دون التأكد من صحته. دي سيؤدي إلى حدوث الفوضى والخوف وكمان وعدم استقرار المجتمع وسينتشر الجهل بين الناس. دي بالنسبة لحل تدريبات الكتاب المدرسي على الدرس الرابع. بكده خلصنا تدريبات كل درس من دروس الوحدة الأولى. إن شاء الله انتظروني في مراجعة الوحدة كلها، الوحدة الأولى، وأتمنى لكم التوفيق وشكرا على متابعتكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.